في حال أثارت الجدل، ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على رجل الدين الشيعي البحريني جميل الباقري إثر قيامه بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات وشعارات طائفية مسيئة، مما يتعارض مع سياسة السعودية بحظر تسييس الحج بالهتافات المذهبية بجميع أشكالها. وظهر جميل الباقري في مقطع فيديو متداول وسط الحجيج وهو يردد شعارات دينية شيعية من تلك التي يرددها بما يسمى بالردود الشيعي، ويستحث الحجاج الآخرين على ترديد ما يقوله. وكانت الجهات الأمنية حذرت سابقا ترديد مثل هذه الشعارات في أثناء شعائر الحج وتسييسه بالهتافات المذهبية بجميع أشكالها منعا صريحا واضحا. وبحسب مصادر سعودية فإن المدعو جميل الباقري قام بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات مزعجة وصراخ بشعارات طائفية مسيئة تجدر الإشارة إلى أن رئاسة أمن الدولة السعودية كانت قد أكدت خلال المؤتمر الخاص بموسم الحج لهذا العام أن أمن الحج خط أحمر ولن ترضى الوصول إليه، وأكدت أنها تتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد بين مواطنين ووافدين من الخارج، ويحملون على كفوف الراحة، ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عن من يريد الإخلال بالحج فإنها له بالمرصاد. وتنوعت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر حول خبر اعتقال رجل الدين الشيعي جميل الباقري. وقال فالح بن صقر: القبوريون ظهروا من جحورهم لتشويه الحج والتشويش على حجاج بيت الله. وأضاف أن السعودية ممثلة بالسلطات الأمنية لا تتهاون مع من يخرج عن آداب الحج وترويع الحجاج.